هذا الفيديو مهم جدا، استمع له حتى النهاية. الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا، فرنسا، وأيضا بريطانيا، زائد تركيا، زائد المملكة العربية السعودية، وأيضا قطر، تقف مع حكومة دمشق وترغب بأن تستمر حكومة دمشق من أجل الحصول على مصادر الطاقة وأيضا الاستقرار الذي يؤدي إلى الاستثمار. إلا أن هذا الأمر يخرج من المعادلة روسيا وأيضا إيران، وهذا ما سبب لهم الإزعاج الكامل. الولايات المتحدة الأمريكية يرضيها الوضع الحالي ولا مانع لديها من أن تبقى حكومة دمشق وتستمر، وأن تنشغل حكومة دمشق بالمشاكل الداخلية وترتيب البيت الداخلي السوري. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ملفات أهم من سوريا. الملف الأول هو الصين وروسيا، والملف الثاني هو مشكلة إيران، والملف الثالث هو سوق الملاحة الدولية، وأقصد هنا بين قوسين الحوثي. بالنسبة لإسرائيل فهي مترددة. هي تعلم علم اليقين بأن هنالك ظروف مواتية لعقد صفقة السلام الاقتصادي مع حكومة دمشق ومع الشعب السوري، إلا أن ضريبة هذا السلام سوف تجعلها تنسحب من كامل الأراضي السورية وعلى رأسها الجولان، وسوف تخسر الينابيع وتخسر أيضا المرتفعات. الدخول بحرب من قبل الأزرق إلى داخل سوريا هذا يعني مشكلة كبيرة على مستوى حكومة نتنياهو وعلى مستوى الجيش الإسرائيلي الذي لن يستطيع الدخول على مساحة واسعة ضمن سيل عرم من أهل السنة. ويضاف لهذا الأمر أمريكا غير موافقة على أي خطوة عدائية من قبل الأزرق باتجاه الحكومة السورية أو باتجاه الشعب السوري. السيد الرئيس أحمد الشرع سوف يزور تركيا من أجل القواعد العسكرية التركية على الأراضي السورية مقابل تسليح وتدريب الجيش السوري ومده بالخبرات التركية وخبرات حلف الناتو. السيد الرئيس أحمد الشرع سوف يزور الإمارات العربية المتحدة من أجل أن يقول بشكل واضح وصريح بأننا مع صفقة السلام الاقتصادي أولا، وبأننا نمد يدنا للسلام الإقليمي والسلام الدولي، ولن نشكل أي مصدر تهديد لدول الجوار أو للدول العالمية. وأيضا أن يكون المقابل هو أن تكون دمشق نسخة متطورة عن دبي من ناحية الأمن والأمان وأيضا الاقتصاد والدعم الاقتصادي والتطور العمراني. ملحوظة مهمة جدا: تركيا لن تدخل بأي حرب مباشرة ضد إسرائيل، هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، بل إن الطرفين لديهم استثمارات ضخمة ولديهم تعاون وثيق ما بين الطرفين ولديهم سلام حقيقي ما بين الطرفين. كل ما يتعلق بالتصريحات الإعلانية وأيضا كل ما يتعلق بالضربات المتبادلة هي عبارة عن أن تركيا تريد أن تبتز حلف الناتو، وبالنسبة لإسرائيل تريد أن تبتز الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي يرغب بأن تكون سوريا مستقرة ومتوحدة من أجل بند الطاقة وبند الاستثمار وبند إعادة اللاجئين. وبالنسبة لأمريكا لا تريد أن تكون سوريا مصدر تهديد مستقبلي، لأنها تريد أن تتفرغ للصين ومشكلة إيران الحالية. لهذا السبب تركيا وإسرائيل يتعمدان فعل هذه الأمور من أجل ابتزاز الطرفين، من أجل ميزات مادية وتسليحية وأيضا صراع نفوذ ما بين الطرفين أو تقاسم نفوذ ما بين الطرفين برضا الطرفين. إذا تم ضرب إيران فإن برميل النفط سوف يرتفع سعره إلى 4 أضعاف على الأقل، وهذا يؤدي إلى فوائد عظيمة وجمة على مستوى الخزينة الروسية التي سوف يدخل إليها مليارات الدولارات وتعوض الخزينة الروسية عن الخسائر السابقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه سوف تعتبر هدية من ترامب إلى بوتين. ولماذا ترامب سوف يهدي الدب الروسي هذه الهدية؟ من أجل أن يفك الارتباط ما بين الدب الروسي وما بين الصين، وهذا سوف يكون نقطة فارقة من ناحية الاستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط وللحرب القادمة مع الصين. استسلام إيران لن يكون نافعا للصين ولن يكون نافعا لروسيا. لماذا؟ لأن هذا الاستسلام سوف يكون مجاني ولن يرفع سعر النفط، ويضاف لهذا الأمر القوات الأمريكية وأيضا القواعد الأمريكية سوف تستقر على الأراضي الإيرانية لأول مرة،
وسوف تشكل مصدر تهديد للصين بشكل مباشر. عقلية ترامب تريد أن تضرب عصفورين بحجر واحد. عندما يستهدف الأراضي الإيرانية بشكل مباشر يؤدي إلى رفع سعر النفط، يؤدي إلى ملء الخزينة الروسية بمليارات الدولارات، ويؤدي إلى فك الارتباط ما بين الدب الروسي والتنين الصيني بسبب هذه الهدية العظيمة. وكخطوة ثانية بناء للقواعد الأمريكية على الأراضي الإيرانية بمقابل العدو الصيني المستقبلي. الولايات المتحدة الأمريكية أقامت تحالف ما بين العرب والأتراك والأكراد، وأيضا لاحقا سوف يكون مع الأقليات من أجل مواجهة عدو مستقبلي يتمثل كمرحلة أولى هم الروس والإيرانيين، والمرحلة الثانية وهي الأخيرة الصين. المرحلة القادمة بإذن الله هي مرحلة عز وتمكين ورخاء اقتصادي وسلام اقتصادي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه التحديد. لن يكون هنالك تقسيم، ولن يكون هنالك عداء مباشر مع العرب، ولن يكون هنالك مسألة الأقليات ومشكلة الأقلية والأكثرية، بل هنالك التطور والعمران، وأيضا سوف تكون المشاكل والحروب في أماكن أخرى بعيدة عن الشرق الأوسط. اطمئنوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.